اخويا قطع سير كاتينا وهو ماشي على الطريق، واحنا دلوقتي رايحين نجيب سير كاتينا ورايحين عشان نغيره له. تابع معايا لاخر الفيديو عشان تعرف احنا عملنا ايه وتعرف ايه اللي حصل. وصلت محل قطع الغيار واشتريت السير اللي كان تمنه وقتها 500 جنيه، ويلا بينا بقى عشان اطلع اركبه في العربية. وصلت له وهو واقف تحت شجرة في حتة ضلة عشان الجو حر فشخ، وطبعا لقيته حالل وفاكر كل حاجة زي ما هتشوف كده. وصلنا للعطلان. عملت ايه؟ بص يا جماعه، حالل السير ومجهز الدنيا عشان نركب المصلحه الجديده. احنا عيله كده سريعه على طول، مش بنعطل على الميكانيكي. ايه ده نسير المجموعه. يلا ما علينا. فاحم وشاحم مسخره وقلة ادب. صالح على النبي عليك. انت ظابط الكاتينه ولا لسه؟ ظابط يا عم هظبطها ازاي دلوقتي؟ فوق مش فيها بنز. هات انت بقى لقمه 16 الطويله من الشنطه، شنطه العربيه، في شنطه مش العربيه. بفهم انا. تعال افتح شنطه العده وهات هات شنطة العدة وتعالى على هات شنطه اللقم. عايز ايه بقى؟ 16 ودراع طويل. عايز ده ولا لا اللي لا بي... مش عايز كده، عايز دي بس. معاك اليد؟ ايدك رفيع، خش انت عشان نخلص ونمشي. طب ما تفك بوجيه. اصبر يا جميل عليا اما اركب السير بس الاول. ما تفك خلوا بوجيه الاول. مكانه يا عم. امسك مش لاقي نفس التنتات بالزبدة. واحد لازم اسمه راح يابا هاي ما تتكلم. شو السمك روح هاتها قدام. نروح الصولة؟ قدام اهي. نروح الصولة تديني؟ قبل ما تروح الصالة. هنا كان السير مش راضي يركب علشان المفروض ان احنا نحل الطنبوره بتاعه الكرنك، وكانت محتاجه مفتاح 32 واحنا مش معانا مفتاح 32، فكنا بنحاول ندخل السير كده من تحتيها من غير ما نفك الطنبوره، وفعلا في الاخر نجحنا ان احنا نركب السير من غير ما نفك الطنبوره بس بالعافيه. بعد معاناة وتدخل جراحي فوري مني. طب بصي لي بقت عاملة ازاي. السير ركبناه من تحت. هنفك بقى البوجيه رقم 1 عشان نظبط تقسيمه. التقسيمه بتتظبط ازاي؟ فك البوجيه، تحط مفك مكان البوجيه، تخلي البستم رقم 1 في اعلى نقطة، تمام، وتظبط العلامة اللي بتبقى في اسمها ايه دي يا محمود؟ في الكتينة، كامة. في العمود الكامل اللي هو في الترس ده بيبقى فيها علامة. هوريها لك دلوقتي. تظبطها مع علامة في المكنة. فين العلامة اللي هنا يا محمود؟ بص كده يا يوسف. فين العلامة اللي هنا؟ فين؟ البنز ده؟ مع ايه بقى هنا في الطنبورة؟ في علامه في الطنبوره. فين العلامة اللي في الطنبورة؟ هوريها لك دلوقتي. في الكتينة من تحت. اهي سنة بسنة لحد ما ايه المفك اللي احنا حاطينه مكان البوجيه. شد الهند شد الهند يا يوسف ومور العربيه. مور العربيه. العلامة كده البستم رقم 1 في أعلى نقطة ليه. بتخلي بقى الكتينة من فوق. هات لقمه 17 من الدواسه من عندك. البنز اللي فيها قصاد البنز ده، تمام. طبعا كل عربية بيبقى فيها حاجات يعني مختلفة بس نفس الفكرة يعني. نفس الكونسيبت. هو بيبقى فيه بنز في العربية ثابت وفي بنز في الطنبورة، والاتنين بيبقوا قصاد بعض. هنا في الحتة دي في عربية تانية هتلاقي هنا هتلاقي هنا. المهم ان ايه كل عربية بتختلف عن التانية يعني. اهي يا محمود هوريهولك لما يطلع فوق دلوقتي عشان برضه تعرف ازاي تظبط الكتين. لقيته
شو ده؟ اهو. بص بينزل هو حته كده مفخوره اهي. شيل ايدك شيل ايدك شيل ايدك عشان اشوف مش باين كده بعد السير مالك. باين كده. هي الحته الوحيده المختلفه عن السنون اللي بعد بتبقى قصاد البنزين الاتنين يبقوا قصاد بعض والبستم رقم واحد بيبقى في اعلى نقطه بتفك البوجيه رقم واحد من هنا وتحط فيه المفك تمام وتفضل تلف المكنه بالراحه واحده واحده لحد ما يبقى في اعلى نقطه يعني دلوقتي في اعلى نقطه تمام. بعد كده بتبدا تركب السير وتشده وزي ما قلت لك ان انت لو شديت السير على الاخر هيبوظ زي السير القديم يعني السير القديم لسه جديد اصلا واللي بوظه هو اللي كان ركبه شده على الاخر فالسير ايه اتاكل وباظ فالسير ما بيتشدش على الاخر يعني بيتشد شده خفيفه يعني يا دوب يبقى ماسك بعضه لكن ما بيتشدش على الاخر مش سير دينامو هو. في لقمه 12 في الدواسر. وبكده تبقى ظبطت التقسيمه وغيرنا سير الكتينه وهنقفل ونروح. متنساش بقى تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. بعد ما ركبنا السير وجينا ندور العربيه لقينا العربيه ما فيهاش كبس خالص وفي غرف في العربيه مش شغاله وده بسبب ان العربيه وهي ماشيه ولما السير اتقطع العربيه فضلت واخده غيار والبساتم شغاله والكامه مش شغاله ففي صبابات كانت فاتحه على الاخر خبطت في البساتم فالصبابات دي اتنت وبقت بتفرغ الكبس من الغرفه وكده في غرفتين مش شغالين فالعربيه كانت يا دوب بتدور على السلنسيه ولو فضلت دايره شويه على السلنسيه جيت تزود لها بنزين بتروح مبطله على طول وده وصلنا في الاخر لان احنا اضطرينا ان احنا لازم نحل الموتور فحلينا الموتور بتاع العربيه وودينا الوش المخرطه وغيرنا طقم الصباب وجلد الصباب وبكده قطع سير الكتينه وصلنا اللي احنا عملنا حوالي نص عمره تقريبا وده بعد ما خلصنا والمكنه دايره والحمد لله على اللي حصل. متنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. طيب ايه اللي حصل لما السير الكتينه اتقطع؟ طبعا